على ربهم يتوكلون، أي لا على غيره. يبقى قصر التوكل على مين؟ على الله. ما هو التوكل؟ التوكل أن تؤمن بأن لك وكيلا يقوم لك بمهام أمورك، بدليل أن الشيء الذي لا تقوى عليه تقول إيه؟ أنا وكلت فلان يعملون، ولما توكل تقعد مطمئن تقول لا ما أنا موكل فلان، يبقى في قضية كلها لبخ ومش عارف يقول لك ما أنا وكلت محامي. يبقى إذا المعنى يتوكلون إيه؟ يعني يكلون أمورهم على من ائتمنوه على إيه؟ على أمورهم وعلى مصالحهم. الحق سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق فيه أسباب تؤدي إلى مسببات. الأسباب والمسببات، الأسباب مقدمة والمسببات النتيجة. وبعد ذلك ترك أمورا ليس فيها أسباب إلا أن تلحظ دائما المسبب وهو الله. فكل أمر يعز عليك في أسبابه إياك أن تيأس من أنه لا يحدث. قل لا، تلك هي قضية الأسباب، أما أنا فلي إيه؟ رب خلق الأسباب ويخلق لي النواميس. الناس تخلط بين عمل جوارح وعمل قلوب. التوكل عمل قلب. يظن الناس ان التوكل انك لا تعمل، يقول انا متوكل على الله، نقول له لا، التوكل مش عمل جوارح، التوكل عمل مين؟ قلوب. ولذلك المؤمن الذي استقبل منهج الله كله الاسباب والمسبب الاعلى يقول الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. يعني الجوارح تحرث الارض وتختار البذرة الطيبة وتنشرها في الارض وبعدين ترويه وتتعهدها وكل حاجة، دي اسمها ايه؟ الاسباب. وبعد ذلك لا تركن الى الاسباب بل نقول فوق ذلك المسبب، لان من الجائز ان الزرع يخضر ويعمل ومش عارف الكوز قد كده والسنبله قد كده وبعدين تجي له آفة من مطر او حر او الى اخره ايه؟ تضيعه. يبقى اذا الجوارح تعمل ايه؟ والقلوب تتوكل. اللي ينقل بقى التوكل الى الجوارح نقول له انت توكلت. ما يبقاش توكل، يبقى اسمه ايه؟ تواكل. نقلت عمل الجوارح، نقلت عمل القلب الى مين؟ الى الجوارح. الجوارح تعمل والقلوب ايه؟ تتوكل. هنا علشان تعرفوا انهم كذابين اللي يعملوا العمليه دي، ينقل عمل القلب الى الجوارح يبقى كذاب. يجي مثلا ما يشتغلش يقول لك يا عم انا متوكل على الله ومش عارف ايه، تقول له والله انت متوكل على الله ان ما سالتنيش او ما سالت زميلك حاجه انت حر، انما تيجي تسالني حاجه اقول لك لا انت ما خدتش الايه؟ الاسباب، وانت قوي على اخذ المين؟ الاسباب. تقوم تقول له والله لو انت كنت صحيح صادق في كلمه انك متوكل على الله كان ساعه ما جات لك القصعه وفيها عليها حته اللحمه وبتاع توكل على الله ودع القطعه من اللحم تقفز الى فمك. اشمعنى لما جت قدامك شغلت جوارحك وخدتها وحطيتها في بقك؟ يبقى دي تتوكل كذب بقى. يبقى انت توكلت على الله فيما يريحك، لكن فيما يربحك شغلت جوارحك. يبقى اللي عايز يتوكل صحيح يعمل ايه؟ ما يشغلش جوارحه في حاجه. طب افرض ان قطعه اللحمه واحد عملها لي كده ورماها في ايه؟ في بوق. تتوكل ما تمضغهاش، مضغته توكل ما تبلعهاش، لكن انت بتعمل كل ده ولا لا؟ يبقى اذا انت تستخدم جوارحك في الامور التي تريحك وتربحك وما تستعملهاش في الامور اللي ايه؟ الا تتعب. يبقى ده توكل ايه؟
وعلى ربهم يتوكلون، أي لأن الأسباب من خلق مين؟ ما هي الأسباب من خلق الله. يبقى أنت حين ترى الأسباب أنت برضه رايح إلى مين؟ إلى الله. لكن إذا عزت عليك الأسباب فاعلم أن لك إيه؟ لك ربا. ولذلك قال على ربهم. وما هو الرب؟ الرب هو الخالق من عدم، والممد من عدم. وما دام خلقك وامدك من عدم قبل ان يكلفك، قبل ما يطلب منك حاجه خالص، يبقى معقول انه يسلمك؟ يبقى ما يسلمكش. بس خلق لك جوارح، شغل الجوارح فيما خلقت ايه؟ فيما خلقت من اجله. وقلنا سابقا اننا كبشر نعرف هذه القضيه، وهو أنه من المحال أن يتلقى الضعيف عن القوي، حتى في الماديات التي ابتكرها العقل البشري بطموحاته. ضربت مثلا مرة فقلت هب أن عندك تيار من الكهرباء، وأنت تريد في الليل أن لا تضيء البيت حتى لا يفسد عليك سكون الظلمة، ولا تريد أن تتعثر حين تستيقظ، فلا بد من وجوء ضوء إلا أنه خافت، فنستعمل كلمة والناسة أو كلمة سهاري لتعطينا الضوء المناسب ولو إلى أن نشعل النور، وتمنع الضوء الفاقع حتى لا يفسد علينا سكون نومنا. لا يتأتى ذلك من التيار مباشرة، لأن التيار قوي والوناسة تحتاج إلى قوة ضعيفة. فصنعوا ماذا؟ صنعوا الترانسفورم، يأخذ من القوي ليعطي الضعيف. فإذا كان ذلك في صنعتكم البشرية، ضعيف لا يأخذ عن قوي إلا بواسطة، وبواسطة معدة لذلك تتلقى من القوي لتعطي الضعيف. والله قوة القوى وأنتم خلقه ضعاف. إذا فلا بد أن يصنع الله في الوساطة بينه وبين خلقه وسائط متعددة، ولا أقول واسطة واحدة، بل واسطة من الملأ الأعلى من الملائكة يعطي لواسطة من الصنف الأعلى من البشر. فالأعلى من الملائكة يأخذ من الله ليعطي الأعلى من البشر، والأعلى من البشر يلتقي بكم ويعطيكم. إذن فلو أنهم كانوا عالمين بهذه القضية ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا لما قالوا هذا القول. ولذلك قالوا لولا يكلم. عبد الله بن أمية بيقول أنا عايز ربنا يرسل لي كتاب يقول لي يا عبد الله إنني أرسلت لك محمد رسول. طب وإذا كنت يا عبد الله أهلا لأن يخاطبك الله بهذا الكتاب أو بهذا الكلام، أتحتاج إذن لرسول؟ إذن يكلفك الله. عدل كده وتنتهي المسألة. لزوم الواسطة. ولذلك هناك في الوسائط المتعددة من الملأ الأعلى رسول ومن البشر الأعلى رسول. يقول لك إيه؟ يقول لك الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، علشان يعطي لمين؟ عشان يعطي للناس. إذن الذين لا يعلمون يقولون هذا، ولكن لتعلموا أن الذين علموا استووا مع الذين لا يعلمون، أن طبيعة العناد واللجاجة والجحود هي المسيطرة والهوى، وإلا كان يجب أن يكون هناك فارق بين من لا يعلم ومن يعلم. لكن وكذلك قال الذين من قبلهم أرنا الله جهرة تشابهت قلوبهم، ولو أنهم كانوا خاضعين لمنهج واحد ومنطق واحد لاتحدوا في أن ذلك من المحال. ولو أن الذين لا يعلمون قالوا ولم يقل الذين يعلمون لهان الأمر، وعلمنا أن جهلهم بعدم العلم هو الذي أوحى لهم. ولكن هؤلاء علموا ولهم كتاب ومع ذلك قالوا أم لم يقولوا. إذن فهناك شيء مشترك وهو تشابهت قلوبهم في الأهواء، وما دامت تشابهت قلوبهم في الأهواء فيستوي من لم يعلم مع من علم وركبه اللجاج والجحود والعناد.
لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كما قلنا. ومع ذلك حينما يطلبون آية من الآيات غير الآية التي أنزلها الله وهو الكتاب المعجز، يريدون آية كونية، آية حسية. من الآيات قالوا ليه؟ أو ترقى في السماء. طيب أو ترقى في السماء، هبه ارتقى في السماء، أذلك يكون للبشر؟ أم يبقى أمر معجز كونه يرتقي كده إلى الإيه؟ في السماء. أما كان يكفي أن يرتقي إلى السماء لتكون آية؟ لا، صعدوا العناد. قالوا بعد أو ترقى في السماء قال لك لا، صعبها شوية، ما يمكن يطلع في السماء، صعب المسألة شوية. قالوا ماذا؟ ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. يبقى ما اكتفوش بأن ترقى في السماء، بل طلبوا مع الرقي كتاب ينزل معه علشان ايه؟ يقرأ. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا ايه؟ نقرأ. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم وأنتم معذورون أن تقولوا ذلك لأنكم لستم على علم، فما عذر هؤلاء الذين هم على علم وهم يعلمون أن الله لا يمكن أن يكلم بشرا إلا بالطرق التي قال. تشابهت قلوبهم. إذن فالنبع لكل حركة سلوكية أو حركة جارحية إنما هو القلب. القلب هو اللي بتصدر عنه دوافع الحركات، وما دام القلب غير خالص الوجهة لله بل الهوى هو المتحكم، يبقى يستوي من يعلم ومن لا. تشابهت قلوبهم. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إذن ما الذي حملكم على أن تطلبوا آيات؟ تطلبون آيات غير الآيات التي بيناها لكم، والآيات التي بيناها لكم كافية لمن عنده شيء من اليقين، ويكفيه ما يرجح علمه باليقين. فما هو اليقين؟ اليقين قلنا سابقا استقرار القضية أو استقرار النسبة في القلب، استقرارا لا يحتمل الزعزعة ولا الزلزلة، ولا يمكن أن يخرج مرة ليطفو إلى العقل ليناقش من جديد. يبقى اسمه إيه؟ يقين. واليقين يتربى كما قلنا أيضا، يتربى إما من إخبار من تثق به، تبقى قضية يقينية. إذا قال الله قلنا حق، قال الرسول يبقى قلنا حق. ولذلك صديقية الإيمان في سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لما قيل له إن صاحبك يحدث أنه صعد به إلى السماء وذهب إلى بيت المقدس في ليلة، ماذا قال؟ قال إن كان قد قال فقد صدق. يبقى أكن اليقين هنا تربى من ماذا؟ من إخبار من تثق به. وهنا نسميه كما قلنا اذكروا، نسميه علم يقين. علم يقين يخبرك من تثق به بقضية فيستقر علمها في ذهنك استقرارا يقينيا، لأنك جربت قائلها أنه صادق دائما فأمنته على الخبر. وقد يرتقي هذا الأمر إلى أن يصير عين يقين. انت خدته كده بالإيه؟ علم. لا، انت ستراه إيه؟ عين، تشوفه بعينك. إلا أن رؤية عينك له رؤية إجمالية، وبعد ذلك تدخل في حقيقة جزئياته فتنتقل من عين اليقين إلى حقيقة اليقين. يبقى كم مرحلة إذن لليقين؟ علم إذا أخبرك من تثق به وتأتمنه على صدق القضية،
عين إذا كان الأمر أنت تعاينه ما عادش ليس مع العين إيه أي حقيقة أن تدخل في الحقيقة فتجربها. وضربنا لذلك مثل في قول الحق ألهاكم الإيه التكاثر حتى زرتم الإيه المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. نحن نقول لكم ان فيه جحيم، فيبقى صدقنا يدل على ان في علم يقين بان ايه في جحيم. ثم لترونها عين اليقين هتشوفوها خلاص. هنا رحمنا الله ايها المؤمنون من ان نعرفها حقيقة اليقين، لانه لا نعرف حقيقة اليقين الا ان دخلناها. يوم يكتفي هنا بالايه علم اليقين وايه وعين الايه اليقين. لكن عين اليقين تأتي في ايه في شيء اخر. واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم ان هذا لهو حق اليقين. يبقى في النار المؤمن عوفي من ايه علمها يقينا باخبار الله ورآها يقينا حين يمر على الصراط هو على متن جهنم، مش كده؟ ولكن الكافر هو الذي يصلاها ايه حقيقة الايه حقيقة اليقين. يبقى ايه اذا فالآيات التي انزلها الله تأييدا لصدق رسوله في بلاغه عن ربه كافية للعقل الفطري غير المعاند. لأن أما المعاند فعنده قضية في ذاته، قضية خضع لهواه، فلا يمكن أن يقنعه إيه؟ أن يقنعه شيء. وربط هذه الذين لا يعلمون مع الذين يعلمون أن الهوى وحد بينهم. الهوى، وكان من المعقول أن أهل الكتاب الذين يؤمنون بأن الله لا يتصل بعباده إلا بالوسائط التي ذكرها في قوله سبحانه ما كان لبشر أن يكلمه الله إلى آخره، كان يجب أن يقولوا هذه للذين لا يعلمون. فلما طلب الذين يعلمون الكتاب هذا الطلب جرأ ذلك من لا يعلم. قال لك طب إذا كان من معه كتاب ومن كان مؤمنا برسول ومن كان يقول إن السماء لها اتصال بالأرض بواسطة الأنبياء وأولئك يقول ذلك وقال أرنا الله جهرا، مش كده؟ وأنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا إذا كان هؤلاء الذين عندهم كتاب قالوا ألا نقوله نحن، يبقى له عذر ولا لا؟ يبقى إذن أهل الكتاب تحملوا هنا تحملوا أمرين: أمر ضلالهم في سؤال هذه الأشياء، وأمر أنهم شجعوا غيرهم على أن يطلب هذه الأشياء. وكون الذي يعلم طلب مثل الذي لا يعلم، يبقى من لا يعلم له شبه عذر أم لا؟ ولذلك هو معنى قول الله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وبعد ذلك يأتي الحق بعد هذا اللون من عرض نعمه على بني إسرائيل ومن عرض مواقف التعنت واللجاج والمكابرة من بني إسرائيل مع الله قمة ومع الرسول تبليغا. لم يشأ الله أن ينهي الكلام حتى يضع القضية المتعلقة بمنهج رسول الله في الدعوة. اسمعوا قول الله بعد ذلك كله: إنا أرسلناك بالحق. إنا أرسلناك بالحق. هنا يجب أن نلتفت إلى أن الله سبحانه وتعالى حينما يخبرنا عن قضية من فعله سبحانه يأتي دائما بنون العظمة. نون العظمة اللي احنا بنسميها ايه؟ هي للمتكلمين.
ساعة ما يجي واحد يقول نحن مثلا ملك كذا أمرنا بما هو آت، وهو واحد ولا لا؟ إنما بيجمع له إيه؟ اسمها نون الإيه؟ نون العظمة. نون العظمة كأنه لو فطن الناس إلى نون العظمة لما استغنت موهبة عن موهبة، لأنه بيدي نون العظمة دي. يعني المفهوم فيها أنني لم أقل ذلك بفرضيتي، وإنما بتكافؤ المواهب كلها، فالقرار الذي اتخذته كأنه قرار مأخوذ من جماعة مش فردي. وما دام القرار لما بيكون من جماعة مختلفة المواهب ومواهب متكاتفة يبقى قوي ولا مش قوي؟ قوي. فالله حين يخبرنا عن شيء فعله دائما يأتي بنون الإيه؟ العظمة. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا نحن نزلنا الذكر. لكن ساعة يتكلم عن وحدته سبحانه وعن التوجه بالعبادة لا يأتي بنون العظمة عشان ينفي كل شيء معه. يقول إنني أنا الله فاعبدني، ما يقولش فاعبدنا بقى. إذن في كل ما يتعلق بفعله يأتي بإيه؟ وكل ما يتعلق بتوحيده وما يتعلق بالعبادة له يأتي بإيه؟ بالإفراد. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، ما قالش إلا نحن، ما قال فاعبدني، ما قالش فاعبدنا. ليه؟ علشان حتة القمة الوحدانية دي في العبادة تبقى هو لوحده. إنما ساعتها يجيء بالفعل بيطمنك إن الفعل ده جاي بنون العظمة، لأن الفعل من الله مش وليد قدرة لوحده، ومش وليد علم لوحده، ومش وليد حكمة لوحده، ومش وليد رحمة لوحده. ده كل فعل من أفعال الله تكاملت فيه صفات الكمال المطلق لله لينشأ مستوعبا لكل رحمة ولكل حكمة ولكل علم ولكل عزة ولكل غنى ولكل قيومية. يبقى يجيب نون الايه؟ كأنها تكسير التي لله فأبرزت الفعل، لأنك قد تقدر ولا تعلم، وقد تعلم ولا تقدر، وقد تعلم وتغيب عنك الحكمة، وقد تعلم وتقدر وعندك الحكمة ولكن تفقد الرحمة لمن تشرع لهم. إذن ففيه كل صفات كتيرة جاية، كل صفات. فساعة ما أقول إن افهم إنه هينزل حاجة متكاتفة فيها مواهب صفات الكمال كلها. إنا أرسلناك أهو يعني رسول بالحق. ما هو الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ولا يتناقض. شيء ايه؟ ثابت لا يتغير ولا يتناقض. كيف؟ إذا رأيت حدثا أمامك ثم طلب منك أن تقول ما رأيت، فإن قصصت الخبر على ما رأيت ثم طلب منك بعد ذلك بشهر أن تقصه هتقوله هو. لكن إذا غيرت في جزئية، الجزئية لم تطرأ على ذهنك إلا ساعة أردت أن تكذب، ولكن ليس لها واقع يجذبك إليها، فحين تخبر مرة أخرى تغيب عنك جزئية الكذب، تقوم تغير فيه شوية يبقى مش ثابت، يبقى متغير، يبقى مش حق ده بقى. ولذلك هذا السبب قلنا زمان إن كنت كذوبا فكن ذكورا. إن كنت كذوبا فكن إيه؟ ذكور. يعني اعلم جيدا ماذا كذبت أولا حتى إذا ما سئلت ثانيا تستطيع أن تقول مثل الذي قلت، وإلا فإن اختلافك سيفضحك. الحق بقى لا يتناقض ولا يتغير أبدا. فما دام الأمر كذلك ونحن قد أرسلناك بالحق، إذن بلغ ذلك الحق، وما عليك أن يتبع الحق، إنما أنت مرسل لتبلغ ولتبشر ولتنذر.
لأن البشارة قلنا الإخبار بشيء يسر زمنه إيه؟ آت وعندك فرصة لتفعل. والإنذار يخبر بشيء يسوء ولكن فيه فرصة لنتلافاه. يبقى البشارة إخبار بشيء إيه؟ يسر وفيه فرصة أن تفعل. والإنذار فيه شيء يسوء وفيه فرصة أن إيه؟ أن تتراجع. فالله أرسله مبلغا وبشيرا ونذيرا. مبلغ ما جاتش هنا، قال لك ما هي دي إنا أرسلناك، إن برسالة يعني. وأيضا يبشر ماذا وينذر ماذا؟ يبشر مين وينذر مين؟ يبشر من آمن، مش كده؟ بنعيم جنانه والمثوبة وإلى آخره. وينذر مين؟ طب آمن بإيه وكفر بإيه؟ يبقى إذا لازم، يبقى إذا التبشير والإنذار مقتضي إيه؟ منهج يبلغ. فمن آمن به يبقى يبشر، والذي لا يؤمن به يبقى إيه؟ يبقى ينذر. إذا فلا تحمل نفسك فوق مهمتك، لا تحمل نفسك، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. ليه؟ لأن أنت ما عليكش هداهم، ليس عليك أن يتبعوا، وإنما عليك فقط أن تبلغ. لا تذهب نفسك عليهم إيه؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، مش كده؟ وسورة الشعراء بقول لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو أردت أن يؤمنوا قسرا ما استطاع واحد من الخلق أن يكفر، ولكني لا أريد الإيمان قسرا، لأن القسر يقهر القالب، ولكن الإيمان يجذب القلوب. والله يريد القلوب لا القالب، وإلا فكم من جبار في الأرض حمل قوالب الناس أن تنفذ ما يريد قهرا عنهم، فقوالبهم مستجيبة وقلوبهم كارهة. في كتير من ده ولا لا بيحصل؟ كتير بتحصل. إذن فقهر القالب أمر ميسور، إنما القلب طيب يستطيع واحد أن يخضعني لأنفذ نظامه، إنما أيستطيع أن يقهرني على أن أحبه؟ لا. إذن فأنت يا محمد يجب أن تعلم أن مهمتك البلاغ والتبشير والإنذار. آمنوا أم لم يؤمنوا، ملناش قهر. ولذلك فاتني حينما يقول وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه إيه؟ ظل وظنوا أنه واقع بهم. وبعدين ماذا قال الله لهم؟ خذوا ما آتيناكم بقوة. خذوه بإيه؟ واحد يقول الله طب ما هو أرغمهم على الأخذ أهو. فيه فرق بين الإرغام على أخذ المنهج كدواء، خذ الدواء دي، إنما كونك تتعاطاه أو ما تتعاطاش دي متروك لاختيارك بقى. فهموا دي جيدا. يجي واحد يقول لك وإذ نتقنا الجبل فوقهم، إيه الإيمان بالإكراه ده؟ تقول لي ما بنكرهش، بيكره أهو. ورفع الجبل كأنه ظل وقال لهم، قال له فيه فرق بين أن ترغمه على أن يأخذ هذا الدواء الذي كتبه الدكتور وتحضره له من الصيدلية وتقول، وبعد ذلك هو حر في أن يستعمل الدواء أو لا يستعمل. مفهوم؟ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لا تسأل عن أصحاب الإيه؟ مش هنسألك دول ليه ما أمنوش بيك، لأن الله خلقهم مختارين في أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا، وما كان لك أن تفسد اختيارهم بأن ترهمهم على الإيمان، وما كان لي أن أطلب منك أمرا جعلته في اختيارهم. يبقى إذن قول الله لا تذهب نفسك عليهم حسرات، إيه المعنى في إنه بيجيبها؟ ده يدلك على الرحمانية والرحيمية في قلب محمد صلى الله عليه وسلم. حتى هؤلاء يتمنى ويتأسف الذي لم يذوقوا هذه الحلاوة، لأنه ذاق حلاوة المنهج فهو يحب أن يذوقوها. إذن المسألة مش مطلوب رسالي، ده مطلوب تاني، أمر زائد عن التكليف.
امر زائد عن التكليف. انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن اصحاب الجحيم. جمحت النار يعني اضطرمت، ساعة ترى النار متأججة كده يقول ايه؟ جمحت النار، تجمح اي ايه؟ اضطربت. ومعنى اضطرمت يعني اللهب فيها تداخل، ينتهي لهب يجي لهب ثاني، ينتهي لهب يجي لهب ثاني، ينتهي لهب يعني لا تنتهي الى خمود، لا تنتهي الى ايه؟ الى خمود، بل دائمة الايه؟ الهيجان والبريق واللمعان كده، وتلفت الايه؟ وتلفت النظر. ومنه يقال للعين جحمة. جحمة ليه؟ لانها دايما ايه؟ مزرزقة كده ولمعة في الجسم كله. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يطمئن رسوله سيدنا محمد حتى ييئسه من أن هؤلاء يمكن أن يكونوا معه، فلا يجب أن يشتغل قلبه بالطمع في إيمانه ولا بالطمع في رضاهم عنه. ليه؟ لأن هؤلاء حاولوا أن يدخلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل اللؤم ومدخل الكيد، فقالوا هادنا وهاد كتابنا حتى ننظر في أن نتبعك، ننظر في أن نتبعك. فيريد الله أن يقطع عليهم سبيل المكر برسول الله. قال له إياك أن تعلم أنهم يسألونك هدنة ليؤمنوا، فهؤلاء القضية الثابتة فيهم لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى مش هم يشاوروا نفسهم على أن يتبعوا ملتك، لا. طب يا ريتهم يفضلوا زي ما هم وانت تفضل لهم. ده تساموا في العناد، تساموا في المكر لدرجة أنهم يريدوا أن إيه؟ أن يأخذوك أنت إيه؟ معه، أن يأخذوك معه. يبقى أنت تطمع في أن يكونوا معك، يبقى فيه مرحلة وهو أن لا تكون معهم وهم لا يكونون معك. لا، يا ريت المسألة تقف عند هذا الحد. لن يرضوا حتى إيه؟ تتبع ملتهم، وملتهم يعني دينهم. طيب لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. ساعة ما تشوف تكرير الله لو ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، بس افرض اننا قلنا كده في كلام البشر، يبقى يتبين انهم مجتمعين على رضا واحد، انهما مجتمعان على ايه؟ رضا واحد، كانهم هم متفقين. لكن ده هم مختلفين بدليل ايه؟ لن يدخل الجنة من ايه؟ الا من كان هودا، ودك قالوا لن يدخل الجنة الا من كان ايه؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على ايه؟ يبقى مختلفين ولا مش مختلفين؟ اذا ما تجيش الآية بالشكل ده، ما يجيش بدون لا. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى ما تنفعش. ليه؟ لأن هم مش مجتمعين، ده هم مختلفين. فكأنه حين يقول ولن ترضى عنك اليهود ولن ترضى عنك النصارى، لأن رضا دول يخالف دول لأنهم مختلفين. لو كانوا متفقين كان يبقى إيه؟ رضا واحد، إنما ده هم مختلفين ويا بعض. يبقى إذن قول الحق ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، يعني ولا ترضى، يبقى ده له رضا وده له رضا، دليل على إنهم مختلفين ولا لأ؟ مختلفين. حتى تتبع إيه؟ ملتهم دي. أيوة نقول لك ما هي الملة والدين؟ الأمر الذي التزمت به ودنت وملت إليه ودنت به ولو كان باطل. ولذلك يقول في سورة الكافرون إيه؟ لكم إيه؟ دينكم فصنع لهم دينا ولي دين. مفهوم ولا لا؟ يبقى إذن الدين هو ما تدين به، حق ولا باطل. ملته يبقى ملته كده، الذي ملت إليه هو هذا. لكن الملة بتاعتهم دي يريد الحق سبحانه وتعالى أن يعطي لها الوصف الثابت لها. ما هو الوصف الثابت؟
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، عرفنا مجيء لا هنا، حتى تتبع ملتهم، يعني حتى تتبع ملة النصارى ايه يرضى عنك النصارى، تتبع ملة اليهود يرضى عنك الايه اليهود. فستصير الى عدم رضا من واحد ان صادفت الرضا من الاخر، ما دام مختلفين. مش مختلفين؟ امال ايه اللي يعصم من المساله دي؟ قل ان الهدى هدى الله، ما علي بوفاقي مع اليهوديه ولا بوفاقي مع النصرانيه، لان دي يهوديه حرفت ودي نصرانيه حرفت، ولماذا الجا الى ما فيه هذا التحريف وعندي هدى الله؟ ان الهدى هدى الله. يبقى الذي يجعلك واحدا في الحق ان لا تقول رضا هؤلاء ولا رضا هؤلاء، ما دام عندك ايه الهدى. هدى مين؟ ان الهدى هدى الله. وما هو الهدى؟ قلنا سابقا عند قوله سبحانه ذلك الكتاب هدى للمتقين، قلنا ان الهدى هو ايه؟ هو ما يوصله الى الغايه، مش كده؟ مش ده الهدى؟ من اقصر طريق نوصل الى الغايه من اقصر طريق. لو ان من هدى البشر كل بشر ده له هوى وده له هوى وده له هوى وده له هوى وده له هوى، لكن الله سبحانه وتعالى ملوش هوى في حاجه من دي ابدا، هواه مصلحتكم انتم. يبقى لازم يبقى شيء واحد ولا لا؟ ولذلك شو دقه الاداء بقى. طب الكلام هنا ان الهدى هدى الله، وبقول لن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم. شوف وصف ملتهم ازاي؟ ان الهدى هدى الله ولئن اتبعت اهواءهم. يبقى ملتهم ايه؟ اهواء. وما دام اهواء يبقى كل واحد له ايه؟ له هوى. يبقى وما دام كل واحد له هوى يبقوا مش جميعا مرتبطين بايه؟ بشيء واحد. ما هو اللي خلاهم يختلفوا ايه؟ انهم مش ليسوا مربوطين بشيء ايه؟ شيء واحد. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي يلي امرك ويحفظك او ينصرك. خطاب لمين ده؟ خطاب لرسول الله. انظروا كيف يخاطب الله رسوله الذي اصطفاه، وانظروا الى نجح هذا الخطاب في المراد من امته. كأنه ده يخاطب محمد، والمراد مين؟ المراد الأمة. المراد لأن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين يمكن أن قلوبهم شوية، إنما الرسول عليه الصلاة والسلام ممكن يكون كده. ولئن اتبعت أهواءهم، وكأن الله حين ساعة تجيء لأمر من الأمور في ولدك وتقسو عليه وتنهره، يبقى الخدم والاتباع واولاد العم واللي مش عارف ايه يقول لك ده شوف ده ابنه، ده بيقول لابنه. ده بيقول لمين؟ لابنه. اذا يبقى الباقي يبقى ايه موقفه؟ ولئن اتبعت اهواءهم. شوف بقى قلنا الاهواء جمع ايه؟ هوى، مش كده؟ وبرضه المادة مأخوذة من الهواء، لأن الهواء متغير ومتقلب، وكل حبة من هنا وحبة من هنا وحبة من هنا، ما تنفعش الحكاية. نعم. بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي يحفظك أو ينتصر لك منه أبدا. يجي كده يحوشك عنه، يحوشنا عنه. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ما أعدل الحق وما أشد إنصافه. هو بعد الحملة العنيفة على أهل الكتاب وعلى المشركين يحمي الذين لم يأخذهم تحريف التوراة، ويحمي الذين فكروا بالفطرة السليمة ليهتدوا إلى الإيمان، لتعلم إنصاف الله لخلقه، وليعلم الذين فكروا في أن لا يحرفوا. علموا الكتاب ولم يحرفوا،
وليعلم الذين يعملون عقولهم الآن ليصلوا إلى الإيمان بمحمد وبرسالته، ليعلموا أن الله الذي ينزل هذا الكتاب على رسوله عليم بخبايا نفوسهم، لأن دي أمور بينهم وبين أنفسهم. كما قلنا سابقا في صيانة الاحتمال، لو أن الله لم يقل هذه الآية لقال الذين يقرؤون التوراة ويقرؤون الإنجيل بدون تحريف ويجاء مفكرين في الإيمان برسول الله يقول لك والحملة دي إزاي؟ كيف تكون هذه الحملة علينا جميعا ونحن كذا ونحن كذا، وربما تشككوا في نورانية صاحب الرسالة. لكن حين يخطفهم من هذه اللجة الطغيانية ويأخذهم كده ويسلهم من هؤلاء كما تسل الشعرة من العجين، ويعطي لهم آية تتوجهم أنهم فكروا تفكيرا غير منحل وغير منحرف، يقولوا يا سلام ما أصدق هذا الرسول، وما أعلم من يعلمه ومن ينزل إليه ذلك الكتاب بأحوال نفوسنا. هؤلاء جماعة جاءوا مع جعفر بن أبي طالب في سفينة، وكانوا 40 وجايين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يشهدوا بأنهم قرأوا التوراة غير محرفة وآمنوا بما فيها وصدقوا رسالته، لأنه مذكور فيها ذكرا يشير إليه بكل الأصابع. فجاءوا له يوم الله سبحانه وتعالى وسط هذه اللجة الطغيانية التي يصف فيها الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يقول إيه؟ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، لأن فيه بيتلوه إنما مش حق التلاوة، يلون به ألسنتهم يحرفونه عن مواضعه، يبقى بيتلو وماسك التوراة كده ما شاء الله وماسك الإنجيل وعمال بإيه إنما إذا حق التلاوة معناها إيه؟ أن لا تغير فيه شيء، وأن تأخذه بعمق الفكر والتدبر والتأمل حتى تأخذ منه الحقائق صافية غير مشوبة بشيء من هوى البشر، ما دمت تريد أن ترتبط حركة حياتك كلها بمنهج الله، تفعل ولا إيه ولا تفعل. خذ عن الله بدون إدخال هواك في أن تحرف هذا لمرادك، لأن معنى التحريف إيه؟ أن تنقل شيئا عن حق إلى باطل تراه أنت في مصلحتك. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به. لازم ساعة ما يقول يؤمنون به يجيب المقابل لينشئ له حسرة، يجيب المقابل لينشئ له ايه؟ حسرة. كالمدرسة تعلن النتائج كده وبعد ذلك نقول دول نجحهم خلاص، والساقطين بقى والراسبين دول يباتوا بقى للسنة الجاية. الله، إن ما كانش يجيبها في مقابل لفوز النجاح واللذة والقمة دي ما كانتش تنفع. يبقى إذا لازم كان يجيبها ولا لأ؟ كان لازم يقارن، لأن الضد يظهر حسن الإيه؟ الضد. وليعلم الذين آتاهم الله الكتاب فتلوه حق تلاوته ولم يحرفوه وآمنوا به ليعلموا النعمة التي أنعم الله بها عليهم حين لم يحرفوا، لأن مقابلهم هذا إيه؟ مصيره. ومن يكفر به فأولئك هم الإيه؟ هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. لو رجعتم إلى ما قلناه سابقا عند ابتداء الكلام عن بني إسرائيل في الآية 40، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي. وبعد 6 آيات برضو يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما أيضا لا تجزي نفس. فالحق لم ينهي الجولة هذه لم تنتهي مع إلا أن يذكرهم بما كان قد بدأهم به،
وكأنه يقول أنا لا أنتهي من الكلام معكم في هذه الجولة إلا أن أذكركم تذكيرا نهائيا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، ومن قمة تفضلكم على العالمين أنني أوجدت في كتابكم التوراة آية تبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الفضل الذي يجب أن تعود. وقلنا هناك قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وبعد ذلك هناك ايه؟ ماذا قال هناك؟ لا يؤخذ منها عدل ولا ايه؟ ولا يقبل لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ ايه؟ منها عدل. دي الآية الأولى. إنما هنا الآية دي بيقول إيه؟ لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. ليه؟ لأنني قلت لا تجزي نفس عن نفس، فإن أردت النفس الأولى يبقى السياق يناسبها في الآية الأولى، وإن أردت النفس الثانية يبقى السياق يناسبها في النفس الثانية. فكأن معنا إيه؟ نفسين اثنين، نفس جازية ونفس مجزي عنها. أما الجازية هي التي تتوسط، أول واحد ما يتوسط في شيء مش يشفع، فإذا لم تقبل شفاعته يقول له إن لم تقبل شفاعتي فأنا أتحمل العدل، خد من ما يقابل. ولكن النفس المجزية عنها تعمل منها إيه؟ تقدم العدل الأول، ما قبلش منها تقول اما اروح لواحد شفيع بقى يجيني. يبقى إذن عجز الآية هنا يناسب النفس المجزية عنها، وعجز الآية هناك يناسب النفس الايه؟ الجازية. يبقى إذن فيه ايه؟ لا يقال ان هنا في نعم فيه تكرير في قول الحق سبحانه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولكن هناك النفس الجازية وهنا النفس المجزي عنها. وبعد ذلك ينتقل الحق بنا لجولة أخرى. هذه الجولة الأخرى تقف موقف تصفية الحساب بين أهل الكتاب وبين رسول الإسلام سيدنا محمد في الأشياء التي صار فيها الجدل. هم ينقمون أن يجيء الرسول من العرب، وكانوا يحبون أن تظل النبوة في بني إسرائيل. كانوا أولا الخلاف بينهم وبين مشركين، فكانوا يحبون أن ينتصروا على المشركين بأي شكل ولو برسول منهم من العرب. فلما جاء الرسول من العرب ابتدأت الايه؟ حفيظة الغيظ وحقد الحسد يتدخل ويقولوا لا ما نأمنش بيه. ولما القبلة تحولت برضو عملوا لهم ضجة. فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يصفي كل هذه المسائل تصفية جذرية زي ما بيقولوا من جذرها. ازاي؟ مجمل التصفية انتوا زعلة، انتم واخدين على خاطركم اول القبلة اتنقلت من بيت المقدس. بيت المقدس ده من انشأه؟ ده انشأه خلق من خلق الله بيتا لله. لكن بقى الكعبة اللي حولنا لها وجه المسلمين بيت الله باختيار الله. كيف يحزنكم أن ننتقل من التوجه من بيت لله وضعه الإنسان ومن بيت لله وضعه الله، نحولهم إلى الكعبة. ثم أنتم فاهمين أنكم بقى بتقولوا على إبراهيم أنه كان يهودي ونصراني. هل اليهودية والنصرانية جاءت قبل إبراهيم أم بعد إبراهيم؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. إبراهيم ده هو أبو الأنبياء صحيح. أنتم فاهمين أن لكم ضلع في النسبة لإبراهيم ليس لنا؟ طب ما هو إبراهيم أبو إسماعيل أبونا أبو العرب. يبقى حين تجيء النبوة في العرب يبقى ما خرجناش عن كلنا أبناء إبراهيم ولا لا؟ ايه المسألة بتاعتكم دي؟ يبقى اذا تصفية المسألة ان كل شيء يرون فيه انهم متفضلون يريد ان يبطله القرآن لانه لا حجة لكم في شيء من ذلك. تعصبكم للقبلة، تعصبكم لان تكون النبوة فيكم. نقول لهم تعالوا بقى هنمسك قصة مين؟ ابو الانبياء ابراهيم. واذ يعني برضه واذكر، لان اذ دي ظرف. إذ ظرف
يبقى واذكر إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أدي أول الدخول على موضوع سيدنا إبراهيم. وإن شاء الله إلى لقاء آخر نستكمل الحديث عن سيدنا أبي الأنبياء إبراهيم، والله المعين.